السيد، بس أخ أبو سمينة موجود على المايك، ما راح أفشر عليك. أستاذ عباس موجود، الأخوة الكرام موجودين، ما راح أفشر عليك، ما راح أفشر عليك عزيزي، ولا عارف أرد عليك شلون. يا فأبو أحمد جماعة عزيزي، أما ترفع الحصانة أو تقلنا يا أدمنية، ممنوع أحد يتقرب. حتى أنا الآن أقول لك مو من نية من عندي، لا والله أقول لك أبو أحمد أنا اعذرني أخويا لهنا حد وياك، ترى أنا بعد ما أقدر. وإحنا أبو أحمد اللي نخدم الغرفة، أنا أمس بالمستشفى العصر جيت طبيت عادمن، من المستشفى طبيت عادمن لحد 7 الصبح أنا عادمن أبو أحمد بالغرفة. 7 الصبح أنا عادمن بالغرفة اليوم، 7 الصبح اليوم. رحت نمت ساعتين 3، اجيت لقيت كم نفر بالغرفة، جاني مسؤول عن السكن ساعتين، ساعة ونص، والنوبة رجعت للغرفة وخليت نكي موجود، لقيتك موجود، نوبة فصل عندك النت، واحنا موجودين وقايمين بالغرفة. ابو احمد، ابو احمد اخي العزيز، يعني ترى خلاص طفح الكيل وبلغ السيل الزبا. أولا عين الحادي، أولا أنا ما أسمح نهائيا واحد يسيء إلى السيد مقتدى، واللي دا يتصرف هذا التصرف أنا ما أقبل عليه، اخي هاي لأنه البت ما تحترمك، انا اقول لك ابو احمد، وبدليل البارحة انت تحكي على المايك وهي تقول لك بما معنى انت كذاب. سويتها وياي مليون ألف مرة وأنا لابسها، سويتها ويا فري فولك ولبس، ويا أبو سعود ولبس، ويا الدنيا ولبس، وكل الغرفة تصيح منها يا يابا يا أبويا. يا جماعة ما يصير أبو يعني أحمد، يعني أقول لك إحنا نصير مثل حكومة صدام كل فترة طب المحافظة مسودن عندنا جديد. هسه الغرفة كل فترة يجينا مسودن. عيني الحادي. شماعية عندنا إحنا هنا. أولا طول بالك، أولا هذه آراء سياسية. الآراء السياسية أنا ما أقدر أقمعها، لكنه شوية الكلمات اللي بها خفية أي للسيد السياسي احنا من يقول أبو نرفضها، أحمد يقمع منه؟ احنا نرفضها. يعني أنا إحنا نرفض أتمنى القمع أبو أحمد. انا اي واحد يصعد يخالفني في راي ينتقد السيد ما عندي مشكله، هواي ينتقدون خلاص الاخوه ما عيني، عندنا ننهي اي مشكله، المشكلة. بالعكس. عيني الحادي، هو ننهي المشكلة. يكملنا، الشخص اللي ينتقدنا ابو احمد يكملنا، هو يكملنا. لكن شنو معنى كلمه سافل؟ ابو احمد تقبل اقول عنك سافل حشاك؟ منو قال سافل؟ منو قال سافل؟ منو احنا؟ احنا سفله، سيد مقتدى سافل. منو هي قال ماكسين سافل؟ وهذا عماد. اللي قال سافل منو؟ ماكسين لو عماد؟ اي ماكسين. ماكسين كتبت قالت. كتبت ايه كتبت مقتدى الصدر الصغير. هي ما تدري ان حذاء الصدر، مقتدى الصدر، والله اسمعني ما ندري. اسمعني اسمعني، الصدر الصغير. اسمعني، شردت النوب، شردت عيني النوب، اسمعني ابو احمد. قال لها اي والله مو ابتليشنا بلوى، ابتلينا عماد. قالت له اي مو سفله هم وقائدهم. أنا ساكتين أتمنى انتم ساكتين. يا جماعة الخير، يعني أنتوا بهذا الأسلوب مال المنتدى، يعني أنتوا يعجبكم تكتبون كتابة وبعدين توقع براسي الشغلة. أنا ما دافتهم ليش متجوزون من هاي الكتابات يا اخي اللي مو أصلا انت ما اللي داق لها تخدمنا، صدر ابو احمد بالغرفه؟ أصلا ما انت تخدمنا. معناها تقول لها غلطي وانا بظهرك، اللي يحتشك حلقه هنا. لا لا، صراحه أنا ابو ما احمد، أقبل. عيني شوف، أنا أحكي لك، أني هلا عيني هلا مرحبا، أني ما اذا أقبل ابو أن احمد عزيز احنا ندري انك ما تقبل، ومية مرة قلت انت انا ما اقبل، وحكيت على المايك وقلت ما اقبل. اذا انت ما تقدر تسوي لنا حل، خلينا احنا نسوي حل، خلينا احنا نسوي عيني حل. الحادي اللي يقول الحادي سافر نقول له والله ما سافر الا اللي خلفوك. عيني الحادي اسمعني. هي أولا تسويها. هذا مو حل بالمنتدى. أنا أطلب من مجزين وغير مجزين احترام السيد مقتدى، لأنه أنا أعتبر مقتدى رجل وطني، واللي قدم للعراق مو خليل مقتدى الصدر، لكن هناك ضغوطات عليه، ما يقدر يتصرف، حاله يصير حال خالد العبيدي أو يقتلوه، فما كلف نفسه إلا وسعها، ما يقدر يسوي شيء الرجل. هناك ضغوطات، هناك مرجعية، هناك من يقف ضده يدمروه.
فأنا أتمنى أنه رجاء هاي الكتابات ابتعدوا عنها رجاء، بلا زحمة عليكم. اللي عنده يريد يناقش حول مقتدى، من نخلي موضوع مقتدى نناقش موضوع مقتدى. لما ما عندنا موضوع مقتدى الوش أجيب اسم مقتدى يعني، فما له داعي. استغفر الله العلي العظيم. على كل أنا أتمنى أنه ننهي هذا الموضوع، وأطلب رجاء من الأخوة من ماجزين وغير ماجزين أنه سيد مقتدى عندنا هنا إحنا نحترمه، وكما نحترم بقية العلماء والبعض اللي جايبين أسمائهم، أنه لا تسيئون إلى السيد مقتدى، لأنه سيد مقتدى رجل وطني، ما سمعنا على أنه سارق أو فأتمنى اللي عنده نفتح موضوع مقتدى، أنا ذاك تقدرون تتناقشون، ما تستفادون من الإساءة إلى على أساس أنت البارحة حاكي على سيد مقتدى قايله مقتدى الصغير يعني، والعماد واحد اسمه عماد ما أدري شنو أراد عليك، وبعدين قايلين عليه أم سفلة. يعني أتمنى أنه رجاء بلا زحمة عليكم. أنا هم فكرت هالشكل، أنا أعتقد إذا تقول للحادي مقتدى الصغير يعني أصغر منه، أصغر الثلاثة، أعتقد هالشكل. أتمنى هذا كان المقصود به عيني ماكزين، فأنا أرجوكم لا تسووا لي مشاكل إلي يعني، انتقدوه. محمد خلنا ضحكك أبو أحمد. واحد اسمه ملوح، اكو واحد اسمه ملوح لزمه ويا عجل يسوي الرذيله، قالوا له ليش هيك يا ملوح؟ قال والله خالي تتن، ما عندي تتن. هسه جاب السفله على الصغير، على كلهم سفله ومقاعدهم، ذاك يقول هي والله ابتلينا، جاب هاي على هاي. يا جماعة الخير، ترى الحادي صار له 10 سنوات 12 سنة وياي، و يعني أنا أتمنى أنه هو سوبر أدمن بالمنتدى، يعني أنا أتمنى أنه عيني ماجزين عيني، أنا ما دا أقول لك اترك المنتدى أو لا تتركين المنتدى، أنا أقول خل ننهي هذه المشاكل لأن مو من مصلحة المنتدى. يعني الموضوع لما ما له علاقة بمقتدى الصدر وموضوع مو مقتدى على وجد نجيب اسمه ونسوي مشكلة. وانتم تعرفون الحادي رجل وفي بمنتدى شمس الحرية، وصار له 12 سنة وياي معودين. يعني أنا سدي يطلب من عندي مطالب يعني دا جاوزها وأقول له لا، أنا نطيت حصانة الماجزين، لأن الماجزين هي تختلف ويا آراءكم، يعني تختلف، يعني رأي آخر بالمنتدى، وهي يعني أكيد إعلامية ودا تعرف تكتب، بس مرات بعض الكتابات أبو أحمد بعض الكتابات اللي تأثر. اللي ينتقد أخليه على راسي، اللي ينتقد أخليه على راسي، لكن اللي يغلط مرفوض، هي أو غيرها. اللي ينتقد على راسي، كان المنتدى إذا ما بينتقاد من قاعدين إحنا قول عز المنتدى والروح. عيني الانتقاد هو المنتدى مفتوح للانتقاد. اللي باس التايرات مال مقتدى الصدر هو عاجبه يحب مقتدى. عمي مو انا والله لو يشرب الماء، هذا رأيي الخاص. انا لو يصح لي ابوس مكان التايرات، مو التايرات، مكان التايرات ابو احمد، واذا يصح لي التاير مال السيارات اعلقه بجسمه، اعلقه بالبيت. والله شو عليك هسه، هو هذا رايه يعني، هذا رايي بكيف يا عمي. انت ما تروح تقول لذول اللي يصلون البوذا يعني انت عمي رايك انت تمشين بالوادم، انت خاف تشوف الروح سعودة، انت ما تروح الرئيسيات. قضية التايرات بسيطة. شلون هذا اللي يدفل عبد الحميد المهاجر بطاسة مال ماي ويمخط بيه ويقول لهم اشربوا طيبون، هذا ايش تخليه له؟ اي والله
اي والله. هاي شو تخلي له أحمد هذا الرجل فرحان. احنا نشوفه مظلوم، احنا نشوفه مظلوم، يريد بالعراق خير، لهذا السبب احنا النصره ابو احمد. هذا لا، مو الرجل. بالإجماع، مو فانا لما بالإجماع. اقول لكم نبوس مكان التائر هذا تعبير مجاز مو لحبنا بالإجماع. لهذا الشخص. على كل ننهي لكن هذا الموضوع. اتمنى من الاخت ماكسين انه البوس حرام شرعا، انا رجال اموت على البوس عمي، انا اعبد البوس، طالبوني بطلابه. لا عمي، روح اعبد الجاموس. شو يريد منك؟ شوف لك جاموسه لا وتزوجها واعبدها بنت زميلي اعطيني بوس، انا هم احب البوس. بنت زميلي اعطيني بوس، انا هم انت جدي على اساس انت مشرمتها بالسياسه يا عيني. معزز. روحي سوي لك لفه. عيني الحادي مو الحادي ما هو من حقك، ما هو من حقك تفرض جنونك علينا في الغرفه. تقول لك جنون يركب راسك، جنون يركب راسك، انه باي جايني انا جنونك. روح روح يا معود، روح تشطف، روح تشطف. ما يلبس يعني فعلا حب في داخلك، بس ما تجي تفرض حبك وتعطيها. منو قال لك تعال حب الملك سلمان؟ انا قايل لك حب الملك سلمان؟ ما هي بس لا تسويها كثقافه امام الناس. 100 شخص 200 300 في الغرفه. اخي ما على كيفك يا اخي. افرازاتك اللي تفرز شوف افرازاتي راح اخليها كلها على راسك. اسمعني، ابعاد عن العقل وتفرز. اسمعني، افرازاتي كلها راح اخليها على راسك. انت ما دام تسب العراقيين وتقول عن العراقيين كلهم نقوله، ما لك احترام عندي. المهم انت بس لا ما لك احترام عندي يا اخي. تكلم ناس عقلاء ما لك يعني. احترام عندي. ما دام تقول عن العراقيين ابناء قال الجنوب كلهم ابناء، خلي يدورون اباهم الايرانيين. هل اللفظ هذا يا رجل ما قلتها بهالشكل. المهم انت بس غلطك. انزل ساتروم. عين الحادي، انا راح اقول لكم فشي. اذا تردون تستمرون على هذا طريقتكم، لا الحادي راح يبقى بالروم ولا ماكزين. لا تزعلون. صحيح، لا تزعلون. صحيح ابو احمد. انا راح اثنيناتكم اطردكم اخليكم على البال. لا ما تطرد. اذا راح لا تطردوا. لا تزعلون. انا ما دا اقول بس عليه. لا بس اقول اذا ترد. عيني ماكزين، اسمعيني. لا حادي اوقف. عيني اوقف. انا دا اقول اذا تردون تستمرون فهاي المشاكل، انا اثنيناتكم اقول لكم باي باي طلعوا، لان هاي ما ترام. هاي بالدقائق بالساعات. هاي مشاكلكم يعني. هاي مشاكلكم بالدقائق وبالساعات، ما راح تنتهي. ابن سمينه يعني ما تجوزون. ابن سمينه اللي يجي ويسبك، اللي يجي يحن عليك عين الحادي. انت سوبر ادمن، طول بالك يا اخي. معجنه وانت مليون مره يا اخي. ما معقوله هذه والله ملينا من خرب يعني في السوبر ادمنيه ملينا. يعني يا اخي اترك الموضوع، يعني ما عندنا شغل غير مشاكل الموضوع. بس مره ثانيه ابو احمد ما اطردك حاجه، اطردك من لا عيني. دا اقول لكم اطلعوا. اقول لكم اطلعوا اثنيناتكم. عيني اقول 50 واحده بقول له اطلع، ما ادور مشاكل. طلعت هاي. انا ما اطلب بالجنه. اسمعني، رتبوا نفسكم. انا ما اطلب بالجنه يا عمي رتبوا نفسكم. هاي الغرفه وضعيه يوميه شكايه على نفس الموضوع. اكثر من 11 سنه، اكثر من 11 سنه من كان يوزريه الغرفه. عين الحادي الله يخليك. مو انت متى تعرف تتصرف؟ لا ملينا يا عمي. اتهم دابك وداب هاي البنيه. متى تقعد راحه؟ اوكي عوفه. يلا هاي شلون بلوه؟ ودا نقول لك اترك الموضوع يا الحادي. خويا في ما معقوله صار لك 3-4 ساعه دا تحكي على موضوع ما يستحق نحكي بيه؟ شنو هذه؟ يعني ما معقوله. هاي مو وضعيه هذه. معودين الله يخليكم. ترى انا ما اتحملكم بعد. انتو الناس ما اتحملكم. شنو هاي الوضعيه يوم يعدي نفس المشاكل؟ بابا تحملوا واحد الاخر. واحد يسكت ما يحكي، كتبت كتابه على الصدر ابلعها واسكت. تات ايش طلعت هذه؟ لا مو خوش وضعيه هذه. هاي وضعيه مو طبيعيه. هاي وضعيه مو طبيعيه.
ما يصير هالشكل، ما يصير ابدا، ما يصير. يعني هاي عداوات بلاش، مشاكل بلاش، ده نتكلم على موضوع سياسي ما عندنا. اوكي شكرا جزيلا. من يستلم الإدارة؟ من يستلم الإدارة؟ من يستلم الإدارة؟ روح استراح، روح استراح يا ابو سوى الغرفة. يعني ماكو عقول، ماكو عقول، والله لو اكو عقول ما يصير يجي مشاكل. هسه اسب كل السياسيين، اسب الدنيا كلها، ايش طلعت هاي؟ كل واحد ملتزم له 4 5 سياسيين، يا يجيبون اسمه لازم يسووا لي مشكلة الي. هاي شنو هذي؟ لا انزل عمي نعرب الغرفة هذه يا ابو اللي سواها.